ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ الفيديو انا جاي احكي لكم قصتي عن اليوتيوب. بس قبل ما احكي لكم قصتي انا محتاج اعمل كوباية القهوة بتاعتي عشان ابقى فايق واحكي لكم القصة بالتفصيل. انا اول ما بدأت حياتي كنت بدأت موظف عادي جدا، اشتغلت سيلز في البداية وبعد كده دخلت في مجال السياحة والفنادق، وده كان المجال اللي انا حبيته جدا، اللي هو مجالي في السياحة، بس كنت سياحة مطبخ مش رحلات وكده. فأنا كنت بحب المجال ده جدا وقعدت فيه سنين طويلة، ولكن المشكلة إن كانت بتدور في دماغي إن أنا عايز حاجة تكون ليا أنا. يعني أنا دايما بكون شاطر جدا في شغلي وبحب أدي طاقتي كلها في العمل، ولكن اللي بيدور في عقلي دايما إن أنا عايز حاجة تبقى خاصة بي أنا، حاجة أتعب فيها لنفسي مش لغيري. يعني اتعب لنفسي مش لمؤسسة تانية. طبعا في الوقت انا كنت فوتوغرافي عادي وكنت بحب اصور، كان معايا كاميرا في الفترة ديت. كنت بكسب حلو جدا. بس كانت هوايتي ان انا باخد الكاميرا بتاعتي وبسافر لاماكن زي شرم الشيخ والاماكن ديت اقضي فيها اجازتي. يعني دايما كنت احب ايه استنى الاجازة السنوية عشان انزل افصل شوية عن الشغل. في الفترات ديت انا كنت بحب اصور لاندسكيب والصور ديت، واصور الفندق اللي انا فيه والمكان والحاجات دي كلها. فلما كنت برجع من السفر وكده كنت احب اعمل اديت للصور ديت، واحب اعمل شير على الفيسبوك والكلام دوت. في الوقت ده ما كانش معايا يوتيوب خالص، ولكن كل اللي حواليا لقيتهم بينبهروا من الصور اللي انا بصورها ومن الاماكن اللي انا بزورها. فدايما كان كل الكومنتس اللي بتيجي جيلي كومنتات: المكان ده فين؟ رحت ازاي؟ طب بكام؟ طب اللي هي الاسئله ديت. فالفتره ديت ممكن في الاول كنت بعدي، ما كانش بيجي في دماغي، بس بعد كده لما لقيت ان الكومنتات دي الناس بتسال كتير، حتى زمايلي حتى قرايبي لما بيقابلوني: المكان ده فين؟ رحت ازاي؟ كلفك كام؟ الحاجات دي كلها. فده الوقت اللي جالي فيه وعي ان انا ليه ما ابداش محتوى عن السفر، ليه ما اعملش فيديوز عن الاماكن اللي انا بروحها وبروح ازاي وبتكلفني كام وايه الخطوره في المكان وازاي اتخطى الحاجات ديت والحاجات دي كلها. في الوقت قلت لا، انا لازم ابدا محتوى. في الوقت انا كنت جرافيك ديزاينر عادي، ولكن المونتاج بالنسبه لي ما كانش حاجه صعبه خالص. بالعكس انا ممكن اقول لكم ان انا اتعلمت المونتاج في حوالي اسبوع بالظبط، لان هو التولز اللي انا بشتغل بيها في المونتاج نفس التولز اللي انا بشتغل بيها في الجرافيك وكده. فالموضوع كانش يعني كان سهل بالنسبه لي. وبدات اول فيديو اعمله ليا كان في شرم الشيخ، ونزلت اول فيديو ليا، فالناس كانت مبهوره جدا والناس كانت مبسوطه جدا ان انا يعني ايه بدات ازور اماكن في يعني الناس نفسها تروحها. وفي الوقت ده بالاخص كان السفر صعب جدا، ما كانش لسه انتشر قوي موضوع السفر، ما كانش لسه في كونتنت كريتور بيعملوا محتوى عن الاماكن دي كلها. فالوقت بصراحه اللي انا عملت فيه محتوى ودخلت فيه صناعه المحتوى ده كان وقت طفره بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد. ليه اليوتيوب غير حياتي؟ لانه خلاني الاقي شغفي، ادى لحياتي معنى، خلاني اعمل الحاجه اللي انا بحبها، الحاجه اللي كنت بدور عليها سنين. شال من دماغي فكره ان انا هبقى ايه بعد قد ايه، ولكن ما زلت موظف زي ما انا وبشتغل زي ما انا وبستنى اتي بشعري. ولكن الحقيقه يوتيوب ادى لحياتي معنى. ومش هضحك عليكم، انا اول ما دخلت يوتيوب كنت متحمس قوي، كنت متحمس قمة الحماس، اللي هو بقى انا خلاص انا بقى ليا تشانل ويبقى ليا كونتنت وهكسب فلوس وهسافر زي الناس اللي بتسافر ويبقى معايا فلوس والكلام ده كله. فكنت متحمس جدا في الاول لحد ما حققت شهرة يوتيوب وشهرة الارباح بتاعته. ولكن كان اول دفعة ليا من الارباح صدمتني. يعني اول شهية قبضتها من يوتيوب يعني ممكن مش مكمل حق خروجه واحده، مش هقول لكم سفر، لا هو مش مكمل حق خروجه
في المدينة اللي انت فيها تطلع تتعشى فيها وتيجي. فدي كانت صدمة بالنسبة لي. بس فحاولت في الأول ما أركزش في نقطة الفلوس والموضوع دوت قد ما كنت بركز إن أنا لازم يكون ليا حاجة خاصة بيا أطلع فيها كل طاقتي، وفي نفس الوقت هواية ليا. فده كان هدفي الصراحة، ما كانش هدفي فلوس. ومش هقول لكم برضه إن الفلوس مش عقبة بالنسبة لي. انت بتتكلم جد؟ انت مات. بالعكس، دايما كل واحد بيقدم حاجة بيبقى محتاج مقابل. يعني أنا دايما الصفع بصرف عليه من معايا من جيبي. فطبعا بتمنى إن أنا كنت في يوم من الأيام يدخل لي دخل أقدر أسافر بيه ويفتح لي مجال في الصفع والكلام ده كله. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ولكن النتيجة بصراحة من حتة الفلوس والأرباح مش مؤدية تماما. يعني في الأول الموضوع بيبقى محتاج تديله وقتك، تديله شغلك. يعني أنا مش مجرد إن أنا إن أنا بكون موظف في شركة تاني وفي نفس الوقت أكون على يوتيوب. فالموضوع ده بيبقى مشكلة. يوتيوب اللي محتاج إن هو يدخله ويعمل منه أرباح فعلا ويعمل منه فلوس تقدر تعيشه، تقدر تصفعه، وتقدر تفتح له حياة أو بيت، لازم يدي يوتيوب فوق حقه. يوتيوب محتاج وقت كبير جدا، محتاج مجهود. مش هقول لك محتاج بقى معدات تصوير والكلام ده، ممكن تبدأ بالموبايل اللي معاك. بس هو يوتيوب محتاج قصة، محتاج ان انت تديله وقت. يوتيوب مش عايز اي فيديوز وخلاص. يوتيوب محتاج قصة، محتاج ان انت تقدم حاجة تفيد اللي قدامك. لان انت لو ما فدتش اللي قدامك بمعلومة هو مش هيتابعك ولا يعمل لك لايك ولا هيعمل اي حاجة من اللي انت كنت مستنيها. ولكن الخلاصة ان انا كان هدفي من دخول اليوتيوب ان انا يكون ليا حاجه احط فيها طاقتي، حاجه خاصه بيا، يبقى ليا نيش، ليا حاجه ما تخلينيش افكر هو انا هبقى ايه بعد مثلا سنه. يعني دايما كان فكري في التوظيف، طب هو انا هفضل متوظف دايما ولا يبقى هوصل لايه ولا يبقى هدفي ايه؟ يا دنيا، وراكيش غيري ولا ايه؟ فطبعا يوتيوب كان من الحاجة الكويسة في النقطة ديت اللي مخلتنيش أفكر بعد كده إن أنا أبقى إيه غير إن أنا أبقى هدفي إن أنا أوصل لليفل كويس جدا في يوتيوب أحقق اللي أنا محتاجه. ودايما اللي سبوت النقطة اللي أنا حطيت مكانتي فيها من بداية اليوتيوب عشان ما أفكرش في الموضوع ده تاني، إن أنا لازم أو إن شاء الله يعني محتاج إن أنا أبقى ترافلر بلف العالم كله وبكتشف يعني بكتشف كل مكان في العالم وبكتشف كل ثقافة وأكلاتهم وطبيعتهم وكل حاجة عنهم. وفي نفس الوقت أعمل فيلم عن كل حاجة أنا بكتشفها وكل مكان بزوره. ده هدف اللي إن شاء الله عايز أوصل له، إن أنا أكون رحالة بكتشف العالم كله وبكتشف كل حاجة في العالم وبوصلها للعالم كله. متنسوش بقى دعمكم بلايك واكتبوا لي كومنت واستنوني في فيديو جديد.